أضرب لكم مثال آخر حتى تشوفون حكي عدل يوم مو عدل. بزمن فتنة الطاغوت اللي حكمنا 35 سنة لعنة الله عليه، إيش قد كانت الناس تدور على مجالس الحسين، تتقاتل على المجالس، وكانوا يرحون للسجون من وراء المجالس، وصعدوا مشانق من وراء المجالس. حكي عدل ولا؟ ويعبر النهر نص الليل بالبرد على مود يزور الحسين و الآن لما احنا بفتنة سراء، الآن أقصد سراء مو بالحالة المادية، لا والله أكثر ناسنا بعدي، بس أقصد سراء حيث حرية المجالس وحرية كذا. أكثر الناس اللي كانت تتقاتل على المجالس الآن تحضر يوم بالقهاوي. شنو اللي تغير؟ هم عسبالهم خلصنا، احنا بدينا بفتنة أصعب من ذيك. فتنتنا اليوم بثقافة القرآن أخطر من ذيك الفتنة بأيام الطاغوت. هاي فتنة سراء تجي من بعد الضراء، إن مع العسر ضراء يسرى سراء. القرآن الكريم يقول زين للناس، هاي الفتنة أخطر من ذيك، ولهذا أكثر الناس وقعوا بيا فتنة بهاي.